بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين تالتة شمال في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت بس قبل ما نبدأ الحلقة اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب انصر اخواتنا في غزة، اللهم آمين. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك من قدك مين، ولا يقدر شيء انه يهزك كلنا عارفين، وكفاية نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. هشام يكن: الزمالك تعاقد مع لاعبين دون دراسة واختياراتنا للأجانب فاشلة. انتوا لسه عارفين ان اختياراتكم للأجانب فاشلة؟ طيب يا ريت انت بقى ترد على الناس اللي بيقولوا ان الزمالك بيجيبوا احسن صفقات وان الاهلي هو اللي بيجيب الصفقات الفاشلة واهدار للمال العام، زي اللي كنا طلعنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي دي اخرها تعمل قناة تغسل فيها الاطباق، دي ملهاش علاقة بالرياضة خالص. بعد تبرعه لفلسطين، مواقف لا تنسى لمحمد صلاح خارج المستطيل الأخضر. عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك. النادي ملوش قناة، دي المفاجأة، النادي ملوش قناة. طيب امال القناة اللي ظاهرة دي ايه؟ دي مش قناة النادي، دي قناة مأجورة بيدفعوا لها في السنة 40 مليون جنيه ومسموها نادي الزمالك، وبيدفعوا لها سنويا 40 مليون بيصرفوا على القناة ما بتدخلش ليهم أي عوائد مادية خالص. هي بس صاحب القناة أو الشركة بتاعت القناة دي شركة عملت قناة وسمتها نادي الزمالك وأجرتها للزمالك ب40 مليون في السنة. يعني بعد العقد ما يخلص، سواء بقى 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، خلاص مفيش قناة اسمها الزمالك. ده أكبر دليل عشان بس الناس تعرف، يعني الزملكاوية المشجعين اخواتنا المشجعين الزملكاوية، عشان يعرفوا هم قد ايه كانوا بينضحك عليهم ووهمنهم ان في عندهم قناة، زي ما هم برضو وهمنهم ان هم عندهم بيعملوا استاد وبيعملوا فرع جديد، والكلام ده كله بلح. هشام يكن: الزمالك تعاقد مع لاعبين دون دراسة واختياراتنا للأجانب فاشلة. ترى هشام يكن نجم الزمالك السابق والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة أن الفريق الأبيض قام بشراء بعض اللاعبين دون دراسة أو فكر. وقال هشام يكن في حواره مع يلا كورة: بالنسبة لملف الكورة، الزمالك قام بشراء بعض اللاعبين دون دراسة أو فكر، ففي الطبيعي كل مدرب يختار العناصر المكملة لفريقه، وهذا لم يحدث، فالدليل أن اللاعبين الأفارقة ليسوا على مستوى نادي الزمالك. وأضاف حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري: لاعبان مميزان، لكن لدى نادي الزمالك لاعبين مثلهم. اختياراتنا للاعبين الأجانب كانت فاشلة باستثناء أشرف بن شرقي لأنه نجح بقميص الزمالك، وتركيبة اللاعبين وقتها أنجحته. وأوضح هشام يكن: هناك عمود فقري في الفريق، هناك لاعبين معينين يتحملون مسؤولية الفريق مثل زيزو وشيكابالا وفتوح، ولكن في الفترة الأخيرة لم يستطيعوا تحقيق الانتصارات بسبب عدم وجود بعض العناصر التي يحتاجها الزمالك. وتابع: لا يوجد لاعب في مصر يستحق الانضمام للزمالك. خلاص اطلع على أوروبا.
شد واطلع على اوروبا، هات لك صفقات، ما تعمل زي السعوديه. اه والله اعمل زي السعوديه. ما معكش فلوس تطلع تجيب لعيبه من بره من الدوري الاسباني؟ لا يا راجل، ده انتوا اغنى نادي في مصر. وده مش كلامنا، ده كلام عمر هريد اللي هنسمعه بعدين. اغنى نادي في مصر بأمارة ايه؟ بأمارة ما كنتوا بتتبرعوا لفرجاني ساسي بجنيه. الزمالك في حاجة لصفقة من العيار الثقيل، وليس مجرد لاعب جيد فقط. في منتخب مصر يلعب عمر كمال في مركز الظهير الأيمن، وهو في الأساس جناح أيسر. وأوضح قبل ما توضح بس، عمر كمال في الأهلي في شهر 1 اللي جاي. يعني لو انت مثلا العشم واكلك ومفكر ان انت هتجيب عمر كمال للزمالك، يبقى احنا هنعمل مقولة المعلق الرياضي اللي هو اسمه حاتم بطيخة ده، ولا اسمه ايه، اللي بيقول لك اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده. ها، معرفش والله الاعلام بتاعنا سايب الاشكال دي ازاي تقول الالفاظ دي كده على الهوا. ايه الاعلام الفاشل ده والفاسد ده؟ دي مناظر تطلع تعلق على المباراة وتقول الفاظ زي دي في اي ماتش؟ على العموم لو الملافظ دي مباحة فتسمح لي اقول لك بقى، اللي يقول لك عمر كمال رايح الزمالك قول له ده عندها. عندما يكون طارق حامد صاحب ال 34 عام لاعبا اساسيا في المنتخب، فاذا هناك شيئا خطأ، وهذا ليس في طارق، بل بالعكس هو تفوق منه الخطأ في إدارة اختيارات اللاعبين أو توظيفهم. واستكمل: ما زلنا نعتمد على محمد صلاح، ولا يوجد بديل في مصر مثل مصطفى محمد. وعن صوت هشام يكن الانتخابي لمنصب الرئيس قال: كل الناس أفاضل وأستطيع العمل مع أي شخص، وحتى الآن لم أقرر، ولكن من الممكن أن أميل لكرة القدم والتي يمثلها فاروق جعفر. ده بالنسبة لهشام يكن. أما بالنسبة بقى للنجم محمد صلاح، بعد تبرعه لفلسطين مواقف لا تنسى لصلاح خارج المستطيل الأخضر. رغم الجدل الذي أثير حول النجم المصري محمد صلاح خلال الأيام الماضية بشأن عدم اتخاذه موقفا معلنا من الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية كغيره من اللاعبين والرياضيين، إلا أن جناح ليفربول مد يد المساعدة دون أن يعلم ذلك أحد. صلاح كان في مرمى النيران طوال ما يقرب من 9 أيام، ووصل الأمر إلى الاتهامات والهجوم بسبب ما وصفه البعض بتجاهله للحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون. ولا شك أن الجميع كان ينتظر صورة أو منشور لصلاح عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الدعم وإدانة ما يفعله الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. ولكن فضل النجم المصري المساعدة على أرض الواقع بالتبرع لتقديم المساعدات، وهو ما أعلنه الهلال الأحمر المصري بأن محمد صلاح قدم تبرعات بالفعل في شكل مساعدات لأهالي فلسطين. صلاح كان على علم أن أسرته وجمعيته الخيرية كانت بدأت في تقديم التبرعات والمساعدات منذ بداية العدوان على الأراضي الفلسطينية، والمفاجأة كانت تتمثل في عدم رغبة نجم ليفربول في الإعلان عن ذلك الأمر. من هنا وهو ما يفسر تصريحات محمد غرابة مدير منتخب مصر بعدما أكد أن محمد صلاح يفعل كل شيء في السر، مشيرا إلى أن اللاعب ليس بحاجة إلى الإعلان عن تبرعاته لتقديم مساعدات لأهالي فلسطين. وفي الحقيقة أن محمد صلاح لديه الكثير من المواقف خارج المستطيل الأخضر سواء المعلنة أو غير المعلنة. وكان لصلاح موقفا لا ينسى عندما واجه أحد أندية الكيان الصهيوني أثناء فترة تواجده في بازل السويسري، ورفض محمد صلاح مصافحة لاعبي الفريق الذي ينتمي للكيان الصهيوني خلال المواجهة التي جمعتهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا. ويحكي صلاح عن ذهابه إلى تل أبيب لمواجهة فريق ماكابي لخوض لقاء الإياب، حيث قال في تصريحات عبر قناة MBC مصر: منذ 9 أعوام تقريبا تعرضت لضغوط كبيرة بعد عدم مصافحتي للاعبين في اللقاء الأول في مباراة الإياب. حذرني بازل بأنني
إذا لم أذهب سيتم إيقافي، سينتج عن ذلك مشاكل كثيرة، ولكن في النهاية لعبت المباراة وسجلت هدف وساهمت في تأهل الفريق للدور التالي. صلاح يشارك في حملة ليفربول ضد العنصرية. ويشارك محمد صلاح في حملة أطلقها نادي ليفربول للتوعية ضد العنصرية بعد أن تعرض عدد من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء إلى هتافات عنصرية من الجماهير في المدرجات في الملاعب الإنجليزية. ونشر ليفربول صورة بالأبيض والأسود لبعض اللاعبين من ضمنهم محمد صلاح مكتوب عليها لا مكان للعنصرية، هذه لعبة الجميع. ولم يكن صلاح بعيدا عن ما يحدث في مصر من حوادث أو عمليات إرهابية تستهدف الجنود المصريين. وسبق وأن نعى محمد صلاح ضحايا حادث قطاري سوهاج 2021، وكذلك الحادث الذي وقع في نفس العام بمدينة طوخ بالقليوبية. وكان صلاح حريصا أيضا على نعي شهداء الجيش المصري نتيجة العمليات الإرهابية الذين كانوا يتعرضون لها في سيناء. كل هذا بخلاف جمعية محمد صلاح الخيرية. محمد صلاح عامل جمعية خيرية على مستوى العالم كله. كل هذا بخلاف جمعية محمد صلاح الخيرية، والتي لها دور كبير ومهم في تقديم مساعدات للأهالي سواء في بلده نجريج أو في مختلف أنحاء مصر وفي إيطاليا. وحرص محمد صلاح على ارتداء قميص رقم 74، وذلك خلال فترة تواجده مع فيورنتينا تكريما وتقدير لشهداء النادي الأهلي الذين سقطوا في مذبحة بورسعيد. كما ظهر الفرعون المصري في مباراة فريقه فيورنتينا أمام ساسولو مرتديا شارة سوداء خلال الجولة 23 من الدوري الإيطالي لعام 2015 تكريما لشهداء الزمالك في موقعة الدفاع الجوي. وارتدى صلاح شارة سوداء عليها شعار نادي الزمالك وكتب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بخصوص المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك عمر هريدي، نسمعه قال ايه ونرجع لبعض تاني. هل احنا احسن يعني ادارته محتاج ان احنا نطور احسن الكلام ولا لا؟ لا، في حاجات فيها طبعا حاجات ما كانتش على المستوى اللي يتطلع اليه عضو النادي. متأجرين معرفش سنة 2040 ولا 2050 ولا دي حضرتك هل ده صح ولا لا؟ لا، هو مخالف للائحه الا اذا الجهه الاداريه اقرت هذا الكلام. هو انا يعني اذا اقرته ليه انت بتصدر على مستقبل المجالس الاداره الثانيه؟ لانك انت ده مورد هام. نعم تمام. انا سريعا حضرتك فيما يتعلق بالجانب المالي، يعني عشان اعظم من ايرادات نادي الزمالك محتاج ادارتين متخصصين، اداره تسويق واداره للاستثمار. نعم. لانه اسم نادي الزمالك الكبير ده اللي فوق ال 112 سنه لم يستثمر ولم يستغل. الدليل على كده ايه؟ انه التعاقدات بتاعت نادي الزمالك فيما يتعلق بحقوق الرعايه لا تتناسب مع اسم نادي الزمالك. نعم. طب ليه؟ نعم. مع احترامي لكل مين مسؤول عن ده؟ مسؤول عن ده حضرتك الاداره اللي هي يعني كان تقديرها لاسم نادي الزمالك لم يكن على المستوى الذي يتناسب مع تاريخه. وده يعني امر مقطوع بيه يعني. نعم. انا النهارده لا، يعني انا النهارده لما بقول لحضرتك انا من شويه قلت لحضرتك الاستاذ هاني شكر والاستاذ متخصصين في هذا المجال. نعم. وده حاجه عندنا مثلا قناه نادي الزمالك. نعم. ازاي انا اقعد انا قناه نادي الزمالك عندي باخد مساحه وقت ما املكش قناه. اسم نادي الزمالك الكبير ده ما يجي الكابتن زهير عمار. مش بتاعتك؟ مش بتاعتي، انا واخد مساحه. لا، دي بتاعت الشركه متعاقدين معاها بندفع لها 40 مليون جنيه في السنه مقابل الوقت المخصص. مش ملك نادي الزمالك؟ لا، مش ملك نادي الزمالك. لا معقوله؟ لا خالص، ولا الاستوديوهات ولا اي حاجه. الله، امال تمام. كوادر الموجوده دي حضرتك ابناء نادي الزمالك، لكن في النهايه القناه مش بتاعت نادي الزمالك. احنا واخدين عقد تعاقد مع الشركه التي تملك الاستوديو وتملك اشاره البث. مقابل فلوس كام؟ 40 مليون جنيه سنويا. لا، مين يقول ان الزمالك ما عندوش قناه يا استاذ احمد؟ نعم. لا، ما انا عندي بكوادر. انا بقول لحضرتك الكابتن زهير عمار اتعاملت معاه وانا عضو مجلس اداره زمان مع الاستاذ ممدوح عباس. نعم. الكفاءه، وعندنا كوادر في المجال ده متخصصه. نعم. كويس جدا. راضي عن القناه ولا مش راضي عنها؟ لا، القناه محتاجه تطوير كبير جدا. لانه بتكلفني ماليا ولا تدر عليها دخل، وده امر غريب. المفروض القناه حضرتك مساحه الوقت ده يستغل بالشكل الاعلاني اللي هو يدر علينا دخل. نعم. طب ليه؟ القصه محتاجه حضرتك ايه؟ اهل علم ومتخصصين. كويس. المسائل الماليه لانه مهمه جدا. لانه يعني نوعتنا احنا كصعايده، وانا نسمع الحته دي بقى ما نزعلش منها.
كابتن حسين قال لك الصعايده ما يصلحوش لاداره نادي الزمالك. مين اللي قال كده؟ ايه يا عم ده؟ نعم. لا يقول لك اصل هم قال كده فين؟ ما قال يا فندم في تصريح يعني ما تقولش كلام على لا لا يا فندم انا يعني عايزه ما يبقاش في اطار الدعايه. لا مش دعايه، لا يعني لا الحته دي ألمتني نفسيا ليه يا استاذ احمد؟ ده راجل محترم جدا جدا ومهذب وعلى خلق. يعني مجموعته قالت الكلام ده. يبقى مش هو، يبقى حد مش هو، هو طالما حضرتك هذا التصريح كان في حضورك فانت راضي عنه. نعم تمام. لا اقف عندك صعيده، ما تتكلمش علينا كده خالص. لا استاذ حسن عامر كان رئيس نادي الزمالك ايه؟ منين من منيا بالظبط كده. طيب يبقى الراجل بيتكلم على الصعيد استاذ حسن عامر وحيدر باشا وانت جاي كله حضرتك. نعم. وكله. نعم. ليه العنصريه دي؟ ليه تكلم ليه يعني ايه يعني الصعيده يصلحوا لاداره نادي الزمالك؟ بس انا اتحفظ على ده، انه ده اتهام يوجه للكابتن لازم يرد عليه ويطلع لي بيان بكره. انا بتحفظ عليه. انا بطالبه انه يطلع بيان بكره يشجب او يرفض او يستنكر او ينفي، عشان انا بصراحه القصه دي ألمتني نفسيا. لا الصعايده مش عارف خشنين وما لهمش في المرونه، ما يقدروش ياخدوا حق النادي، واخد بال حضرتك هيتصادموا. لا مين قال الكلام ده يا سيدي الفاضل؟ ده الخشونه دي ده طبع الرجال مش طبع ده على مسؤوليتك الكلام يا فندم. انا بقول اهو، انا بطالبه يطلع بيان يعني ينفي هذا. نعم. انا طلبته انه يجي يعمل مناظره ما عملهاش. المهم عشان المشاكل الماليه هتتعمل نتغطى غير ده. في مديونات على النادي ولا ما فيش؟ في يا فندم استحقاقات ماليه لبعض الجهات السياديه المتمثله في الضرائب وفي التامينات وفي الكهرباء وفي المياه الضرائب تقريبا 750 مليون تقريبا. كم؟ تقريبا 750 مليون. بس خلي بالك لا معلش، ما هو كل الانديه كده. بسال اهو. لا كل الانديه كده، عشان السؤال ده ليه مغزى جواك انت. ملوش مغزى ولا حاجه. لا جواه. انا بستفسر بس. كل انديه مصر يعني لها الضرائب لها مستحقات مديونه. كويس. فالزمالك شأن الأندية كلها. كويس. بس ما ناخدش الحتة 750 مليون. ايه غير الضرايب؟ الضرايب والتأمينات 23 مليون، بعض المستحقات سلف تقريبا 109 مليون، بعض كله كام في الآخر؟ يعني مليار وشوية. لا من وان داي كل المشاكل دي هتتحل. نعم. بالعلم وبالتخصص وباحترام المجلس الاداره كله، هو اللي بيدير هذا الملف. ما فيش فكره ان انا بديره بشكل ايوه. فلوس الضرائب دي هتعمل فيها ايه يا فندم؟ مع السيد وزير الماليه هنستثمر علاقاتنا الشخصيه اللي تربطنا بيه من سنه 2007 لما كان وكيل وزاره التامينات وانا نائب، وعلاقتنا بيه الدكتور ما يطلع مين معاه جنيه ما بيسيبوش. لا احنا هنجدول. لا ما حدش، لا ما تقدرش. انت حضرتك راجل استاذ وفاهم. الضرائب تفرض بقانون وترفع بقانون. مظبوط. جدوله. نعم. وليس جدوله. عشان اللفظ كده حضرتك احنا مش احنا اللي نقول الفاظ رشحت نفسي من اجلكم، والكلام اللي متمسك الحلو ده مش بتاعنا. فهنجدول الضرائب. هنجدول الضرائب ونجدول التامينات ونستثمر علاقاتنا الممتده مع الدوله المصريه ومؤسساتها. كويس. في ان احنا بدل ما بنجدول في 3 سنين ممكن نمتد نضاعف الرقم ده لاعداد اكبر من كده، يتسع مع ايراداتنا ومواردنا. عندنا زي ما قلت لحضرتك اداره استثمار، اداره تسويق. هترجع القيد ازاي تاني؟ بسداد كل المستحقات الماليه. ده التزام على النادي. نعم. تمام. زي ما لينا مستحقات عند الاخرين هنتحصل عليها. تمام. ليه ايه بره؟ النادي ليه ايه بره؟ يعني على سبيل المثال كهرباء. كهرباء قول واحد فلوس بالكامل. فلوس كهرباء بالكامل. هتعامل معاها ازاي؟ بالقانون يا فندم. بالقانون. ايوه. يعني ايه؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ يا فندم انا عندي هتقسط ولا عايز الفلوس كاش؟ لا يا فندم كاش، وعندي حكم تحكيم. اللي هو بيقول ايه؟ حكم تحكيم بيقول يا فندم 2 مليون دولار. نعم. 5% فوائد من تاريخ الحكم حتى تمام السداد. نعم. بكره الصبح بمجرد ما تنتهي الانتخابات يبقى لنا الصفه، هنحصل هذه، هنجيب الحكم ندخله نوثقه نترجمه، ناخد عليه الصيغه التنفيذيه، نبدا نحجز على ارصدته في البنوك. مفيش في البنوك نروح على ارصدته العقاريه، مفيش في العقاريه هنروح على النادي اللي هو متعاقد معاه نحجز على مستحقاته على عقده اللي جاي. قول واحد، فلوس الكهرباء بالكامل جوه نادي الزمالك بمجرد ما تنتهي الانتخابات وتعلن النتيجه. قايم على الموضوع ده عشان هي فلوس كهرباء اللي هتحل كل الزمالك. لا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. بمعنى ما انا ليا مستحقات عند ناس كتيره ثانيه يا استاذ احمد. عندي هنحصلها يا فندم. هنحصلها. محلك فلوس للعيبه. هنوردها فندم. عندنا موارد، وانا قلت لحضرتك نادي الزمالك اغنى نادي في الشرق الاوسط. نعم. مش في الوطن العربي. فكهرباء هتنفذ ثاني يوم بمجرد ما ربنا على طول يا فندم. اول ما تبقى لنا الصفه كممثل شرعي لمجلس الاداره على طول هنتوجه في هذا الاتجاه. وقولا واحد اموالنا بالكامل. فتوح هتعمل معاه ايه؟ فتوح هيجدد، زيزو سيجدد. يجدد من مين بس عشان يبقى اللفظ ادق؟ من اللجنه الفنيه المتخصصه التي تدير ملف الكره. نحن مجلس اداره نجلس على طاوله
نتحاور فيما يقدم إلينا من اللجنة المتخصصة. هذه اللجنة موجودة في كل الألعاب، شركات للكرة، شركة للباسكت، شركة علم. هتعمل شركه كوره يعني؟ طبعا طبعا طبعا. لا يا فندم، لازم الاستثمار، لازم افهم، لازم مفهوم الرياضه يتغير عندي، ان انا ده صناعه واستثمار مش فتوح محتاج رقم كبير هتوزع يا فندم تسويه كل زمايله ولا كل واحد ليه سقف؟ لا الحته دي، لا حضرتك اشرت حته كويسه جدا. دي لائحه بتضعها اللجنه الفنيه المتخصصه، بتصنف اللعيبه فئات. تمام كويس. ففئه الف، فئه ب، ج، وهكذا. مبالغ محدوده محدده ومنصوص عليها، مقطوعه. مقطوعه. مش لا هي فهلاوه، ولا انا بحبك ادفع لك اكتر، ولا اعمل لك ترضيه من تحت قناه الزمالك بتاعت شركه متعاقدين عليها وبيدفعوا لها 40 مليون في السنه، وضاحكين على جماهير الزمالك كلها ان هم عندهم قناه، والجماهير كلها بتطلع تطبل. والله العظيم صعبانين عليا، والله ما حد صعبان عليا في الزمالك ولا الاداره ولا النادي ولا اللعيبه غير جماهير الزمالك. جماهير الزمالك والله تصعب على اي حد. الناس دي بتصدق، ما هم حقهم برضو يعني ان هم يصدقوا. حلم عندهم ان يبقى عندهم نادي، يبقى عندهم قناه، يعني ما يطلع لهم قناه ومكتوب عليها نادي الزمالك، ويطلع رئيس النادي يقول لهم القناه دي انا الرئيس الوحيد اللي عمل قناه. لا، انت ما عملتش قناه، ده انت اتأجرت قناه. وهم صدقوا، معذورين. القناه باسم الزمالك، اي حد هيصدق. وبعدين ابو لبه، الاخ ابو لبه اللي مرشح نفسه دون، يعني ليه يغلط في الراجل؟ يعني هو عشان خاطر الراجل عمر هريدي صعيدي يقول له الصعايده لا يصلحوا لاداره نادي الزمالك؟ ليه؟ مين قال لك الكلام ده؟ طب انا واثق 100% ان عمر هريدي لو نجح لرئاسه النادي هيبقى احسن منك مليون مره. والله لا يبقى احسن منك مليون مره. انت بصراحه اللي لا تصلح لاداره نادي الزمالك. انا راجل اهلاوي وبقولها، انت لا تصلح لاداره نادي الزمالك. ليه؟ لانك انت هتبقى بص عامل زي العروسه اللعبه، واخد بالك؟ انت هيبقى مرتضى ماسكك كده وعمال يعمل لك كده. انت هتنفذ اللي بيعمله لك، والله لا تنفذ اللي بيعمله. فانا شايف ان عمر هريدي ده انسان راجل محترم، وان هو صعيدي لا دي حاجه ما تقللش منه، دي حاجه ترفع من شأنه. الصعايده من ارجل الناس في البلد دي. انت بتحب تخربط في الكلام كتير ولا ايه؟ ومليار جنيه مديونيه نادي الزمالك. طب معلش يا استاذ عمر، انت لسه قايل من شويه من اول الفيديو الزمالك اغنى نادي في مصر. ازاي اغنى نادي في مصر ومديون بمليار؟ 750 مليون لوحدهم ضرايب يا راجل، 750 مليون ضرايب. طب والضرايب ساكته ليه؟ الضرايب ساكته على 750 مليون ليه؟ 750 مليون دول يعني هيعملوا حاجات كتير للبلد. الضرايب ساكته على 750 مليون ليه؟ ده مش مليون ولا 2 ولا 500,000 ولا 100,000. ليه؟ أي محل فاتح هنا في مصر أو في أي محافظة أو في أي قرية حتى وعنده ضرايب، لو عنده ضرايب متأخرة 20,000 جنيه الدنيا بتتقلب على دماغه. والله الدنيا بتتكربس على دماغه. ده 750 مليون ازاي؟ كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.